هذا البرنامج برعاية لما نبص كده حوالينا ونشوف اللي بيحصل في المنطقة من تقسيم الدول وتدميرها من الداخل، ونشوف شعوب بتاكل أوطانها، وإسرائيل وتركيا بيتوسعوا ويتوغلوا وينتشروا، وترامب بيخطط للمنطقة مع نتنياهو، ومصر في القلب من ده كله. طب ممكن نعمل إيه؟ الجيش واقف على الحدود، تمام، لكن التفتيت اللي بنشوفه بيحصل من جوه الدول وبإيدين الشعوب. شعوب ما انتبهتش للتغيرات الفكرية اللي حصلت جواها وخلتها تكفر بالوطن. شعوب ما انتبهتش للغزو الثقافي اللي جايلها من الخارج واللي كمان جالها من الداخل وعشش في عقول ولادها. طب يا ترى يا هل ترى ايه اهم المخاطر اللي بتواجه العقل المصري واللي لازم نواجهها النهارده قبل بكره؟ اول حاجه استخدام اسرائيل للتفاسير والنصوص الدينيه ضدنا طول الوقت، ورساله اسرائيل واضحه وضوح الشمس: هناخد ارض مصر بنص التوراه والقران. ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها مصدقين إن رب العالمين إدى صك ملكية أرض مصر للإسرائيليين، والمصريين بيسمعوا الكلام ده وما بيردوش خالص ولا بيدافعوا عن بلدهم بكلمة. المسيحية الصهيونية بتمول إسرائيل دبابات وصواريخ وفلوس تحت دعاوي دينية وتحت فكر النصوص دي. الظاهر إن الغزو الفكري للمصريين خلاهم مشلولين فكريا، مش قادرين يردوا. الخطر الثاني رؤية المصريين لذاتهم وتاريخهم. طب بالرغم ان علم التاريخ والآثار بيقدم لنا رؤية واضحة عن التاريخ المصري واللي ما فيهوش خالص أي ذكر لبني إسرائيل، بالرغم من رؤية الشيخ محمد عبده إن القصص الديني للعظة والعبرة وليس تاريخا موثقا، ورأي الشيخ الذهبي في تغلغل الإسرائيليات في التاريخ وفي التفاسير اللي بتذكر أحداث عن أنبياء بني إسرائيل لا أصل لها، فإحنا بنقتر وبنقر بالقصص الإسرائيلي وبالإسرائيليات، ومش بس بنعتبرها تاريخ مصر الحقيقي لكن كمان مستقبل مصر المحتوم. من ناحية تانية تيار الإسلام السياسي عمال ينخر في عقل مصر من حوالي 70 سنة. لا وطنية في الإسلام، والوطن حفنة من تراب عفن، والمصريين الأجداد طواغيت، والجيش المصري جيش الطاغوت، والحضارة المصرية وثنية كافرة، ولازم نرجع للخلافة العثمانية، وطبعا علم مصر صنم والنشيد وثن. لحد ما بقى عندنا في مجلس الشعب أعضاء رافضين يقفوا للعلم والنشيد، والشيوخ بتصرح علنا إنها سجدت شكرا لهزيمة مصر في 67 وبنعينهم وزراء، وجماعة يقول مرشدها طز في مصر يتم انتخابها لحكم مصر. يعني ببساطة كده إحنا قدام حرب فكرية ثقافية من الداخل ومن الخارج تستخدم النصوص والتفاسير الدينية ضد مصر. في نفس السياق ده هنلاقي الخطر الثالث واللي جاي من الأمريكان اللي من أصل أفريقي، واللي بيقولوا لنا وش كده إن هم سكان مصر الأصليين وإحنا عرب غزاة محتلين. وقابل بقى هجوم تزييف التاريخ ومنصة نتفليكس وأفلام هوليود وكيلوباترا السمراء وادعاءات بعض المتاحف اللي بقت بتروج للأفروسنتريزم. بس قبل كل ده قابل اعتقادنا إحنا شخصيا بأن إحنا أعراب
أولاد أعراب ننتمي للقبيلة العربية. ولو حد فتح بقه وقال يا عالم إحنا مصريين ومصر موجودة قبل العرب بآلاف السنين، يتم اتهامه فوراً إنه شوفوني عنصري إمبريالي فرعوني طاغوت. الخطر الرابع وهو أهم خطر على الإطلاق هو سلبية حزب الكنبة. وحزب الكنبة ده أكبر وأخطر حزب في مصر. حزب ملوش راس ولا كتالوج، حزب متحوط بأفكار الإسلام السياسي من ناحية وبترندات السوشيال ميديا من ناحية التانية. كتلة ضخمة من غير رؤية واضحة، ولو مالت لا قدر الله هندخل كلنا في منحدر الصعود. المخاطر الفكرية والثقافية دي بتنخر في عقلنا زي السوس، ولازم نواجهها النهاردة قبل بكرة بكل شجاعة وقبل ما يفوت الأوان. طب يا ترى يا هل ترى فين المخرج وفين الطريق؟ ده اللي هنناقشه في الحلقة الجاية. هذا البرنامج برعاية